وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى اصحابه وسلم. السؤال: هل يجوز لنا ان نشترك في ثمن الاضحيه ونحن ان شاء الله ابناء عائله؟ احنا خوت واخواتات كنجتمعوا ان شاء الله تبارك وتعالى ونبغيو نشتركوا ان شاء الله تبارك وتعالى في الاضحيه باذن الله تعالى. هل يجوز هذا؟ اولا، الاشتراك في ثمن، نبدو في الأول. الاشتراك في ثواب الأضحية يجوز في الأنعام الأربعة، لا في الإبل ولا في البقر ولا في الأغنام ولا في الماعز. ما معنى الثواب؟ أنك تقبض جمل ولا بقرة ولا تقبض كبش ولا جدي ولا معزة، ومن تذبح تقول بسم الله الله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وعن الدار ديال عمي وعلى با اللي ميت وعلى خالي اللي ميت. تشارك الأحياء والأموات في الأجر ديال الأضحية. سمعتني ولا؟ ويمكن تقول حتى بسم الله الله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عني وعن أمة رسول الله بحياء وميتين من النبي إلى يوم القيامة. سمعت سيدي؟ الاشتراك في ثواب الأضحية جائز على كل حال، وتستطيع أن تشرك في أضحيتك المسلمين جميعا أحياء وميتين، بل يمكنك أن تشرك في أضحيتك الخلق كلهم من آدم إلى يوم القيامة من الموحدين وأتباع النبيين. بين هذه كملناها. ثانيا، الاشتراك الآن في الثمن. يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كان يتعلق بالبقر والإبل. الله يهديك. إذن يجوز الاشتراك بإذن الله في ثمن الأضحية إذا تعلق الأمر بالبقر والغنم. البقرة كتكون وصلت عامين وداخلة في 3، الجمل وصل 5 سنين وداخل في 6. وشحال ديال العوائل يجوز لهم الاشتراك في ثمن الإبل وفي ثمن البقر؟ 7 ديال العائلات فأقل، 7 فأقل. يشتركوا 2، يشتركوا 3، يشتركوا 4، يشتركوا 5، يشتركوا 6، يشتركوا 7. أي عندك السبوع في ثمن البقرة، السبوع في ثمن البعير، ولا شيء عليكم. إذا هذه باينة. الآن الكبش، هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت الأضحية من الغنم أو من الماعز؟ لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت من الغنم والماعز إلا بشروط 3. خص توفر 3 الشروط وعاد تشتركوا. إذا ما كانش هاد الشروط 3 ما تشتركوش في الثمن. قول لي واسمو هما. الشرط الاول: تكونوا ساكنين في دار واحده. الاخوت ساكنين مزوجين وساكنين في دار واحده، كاين باكم مع امكم، كاين 2 خوت مزوجين، كاين عندكم وحده اختكم فمايا مزوجه وساكنه معاكم. فهمت؟ اذا كل شيء ساكن في بيت واحد. الشرط الثاني واسمو هو: ان تكون بينكم رحم، خوت ولاد العم. ماشي واحد مثلا ساكنين كاريين مع الجيران، كاين اللي ساكنين في دار واحده ولكن هذا مثلا نهاري، هذا زناسني، هذا يقولوا له مادوري، هذا يقولوا له وزاني، من عوائل مختلفه. هذا لا يجوز. تكونوا ساكنين في دار واحده وتكونوا مشير من عائله واحده، بيناتكم رحم. والثالثه يكون عندكم ان شاء الله تبارك وتعالى واسمه نفقه واحده، مشتركين في النفقه، يعني العام كامل وانتم عندكم ميزانية واحدة، مساهمين فيها كاملين، واللي ضعف ما يساهموش، يساهموا قلال، وهكذا. يعني عندكم كوزينة واحدة، عندكم مصروف واحد. هنا تشتركوا في الأضحية على حقاش راكم بحال عائلة واحدة. فهمتوني؟ بحال راكم عائلة واحدة. انت تتمقدى على حقاش عايشين في دار واحدة ومن عائلة واحدة وعندنا كوزينة واحدة وعندنا مصروف واحد. راه نتقدى نشريو الكبش، ما كاين حتى مشكل. بصح لو كان تكونوا ما ساكنينش في عائله واحده، خوت وكل واحد ساكن بوحده، لا. او لا تكونوا خوت ياك سيدي، تكونوا ساكنين في دار واحده ولكن ماشي شي ما عندكمش الرحم، لا. او لا تكونوا خوت وساكنين في دار واحده ولكن كل واحد يصرف بوحده، لا. راكم خوت وساكنين في دار واحده ولكن كل واحد عنده كوزينته، كل واحد يصرف على اولاده. لا يجوز الاشتراك في هذه الحاله الا بالشروط 3.
ساكنين في دار واحده، رحم واحد، كوزينه واحده. فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ ايوا ها انتم فهموا، الله يجزيكم بخير، بارك الله يجزيكم بخير. الان الى ما قدرتوش ديروا هكذا واسمو، يشري واحد الخروف ولا الكبش ياك ويشري كاع خوتو والسلام، ما اشتركوش في الثمن لان كبش، ولكن انا نشري راني قادر ونشرككم في الثواب. قال لك واحد لا احنا راه ما عندناش، ما ساكنيش مع بعضنا بعض ومع عائله وحده، ولكن ما عندناش باش نشريو خروف، خويا عنده شويه وانا عندي شويه، وبغينا نجتمعوا ذاك النهار في واحد الدار ونذبحوا ذاك اللي شريناه يعني ساهمنا فيه، وكل واحد يدي حقه. يجوز ولا ما يجوز؟ ما عندكمش انتم، ما عندكمش باش تشريوا باذن الله الاضحيه، ليست واجبه عليكم. الان منين غادي تشتركوا نتوما بالثمن ديال الكبش وكل واحد في دار وتذبحوه، هذا باذن الله لحم تقتسمانه باش تفرحوا وليداتكم. الا ما ديتوش الاجر تاع الاضحيه تديو الاجر تاع من؟ نتاع التكافل ونتاع المرحمه ونتاع تجتمعوا فيه ونتاع تفرحوا وتفرحوا وليداتكم، واللي فرح وليداته ولا فرح شي مسلم في هذه الايامات ليس له جزاء الا الجنه. لكن الاضحيه راكم عارفين. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد.